وحوي يا وحوي. قلبت تلاتين تلاتة كده في التلفزيون، شفت كذا مسلسل، تعالى نتكلم عن ايه احسنهم وايه اوحشهم وارائي في اللي انا شفتهم. مسلسل سر الباتع، رمضان كريم، المداح، ومسلسل كده مش فاكر اسمه يعني من كتر ما هو ممل قلبت في اول 5 دقايق. تعالوا اقول لكم رايي في اول حلقه من كل المسلسلات دول. اقل مسلسل عجبني وهو مسلسل بتاع دينا الشربيني، بيتكلم عن واحد بيحب واحدة وطلع مطلقة ومخلفة، ومسلسل كده يعني مليت جدا منه، موده احساسه سخيف. ممكن بعد كده يبقى احسن بس انا فعلا ما حبيتهوش خالص. دي ايحاء كده ان انت داخل على فيلم عربي هابط. المشكله ان تصنيفه يبدو انه كوميدي، ممكن يبقى قدام كوميدي عن كده، خلينا نتفرج ونشوف. المسلسل اللي عجبني شويه اكتر من اللي فات هو مسلسل رمضان كريم. المسلسل بيحاول ينجح النجاح او يقلد النجاح اللي عمله في الجزء الاول وخلاص، من غير ما يشوف ايه اللي خلاه ينجح في الجزء الاول. اللي خلاه ينجح في الجزء الاول كان الممثلين، كان ادائهم، كان قصصهم، كان ان كل حلقه تقريبا بيحصل فيها حاجات كتير. الحلقه اللي فاتت دي تقريبا ما حصلش فيها اي حاجه تقريبا خالص، ولا فهمت في ايه، ولا فهمت الناس دي عامله ليه كده اصلا، ولا مين اشترى، وفين الحناوي راح فين، فين مش عارف التاني اللي هو يوسف، فين روبي، فين رضا. رضا قال لك يعني ايه على لسان بعض من نساء الحواري كانوا قاعدين بيتكلموا، قعد يحكي لك بقى مصاير الناس حصل لها ايه. ده خميس مش عارف ايه هيخرج من السجن، ده مش عارف مين رضا اتجوزت واحد وسافرت معاه بره عشان مش هيجيبوا لها مع غفور، فقالوا ما يسفرها بره. انا بتضايق جدا من الحركه دي في اي مسلسل، حاسس بعبث كده ملوش اي لازمه. حتى مش نفس الممثلين، مش نفس مين معانا في القصه. انا كنا تقريبا في كل الحلقات اللي في الجزء اللي فات كان كل الممثلين موجودين في كل حلقه، بيظهروا في كل حلقه تقريبا، وبيحصل حاجه تطور قصصهم في كل حلقه. المره دي حتى ما عرفتنيش بمصايرهم حصل لهم ايه. المسلسل اللي بعد كده وهو مسلسل سر الباتع، مش قادر احكم عليه قوي لغايه دلوقتي. اشوف الجزء بتاع الزمان اللي هو ايام نابليون، بستمتع جدا وعايز اعرف ايه ده، ومين سلطان حامد ده، وليه بيعمل كده، وليه الناس عملت كده، وليه الناس بتقطع صوابعها كده، وليه الناس عامله الوشم ده. عندي فضول عايز اعرف. لكن في الزمن الحالي اللي موجودين في المسلسل مش حاسس لاي حاجه، يعني حاسس باي انجذاب لاي حاجه، ولا حاسس ان انا عايز اسمع القرف ده. انا عايز ارجع لسلطان حامد هل المسلسل مبشر ولا لا؟ هو المسلسل شكله هيبقى حلو بس هنصبر عليه شويه، على عكس اللي فاتوا. يعني اللي فاتوا دول هنرميهم تاني. واكتر مسلسل عجبني طبعا واكيد كلكم عارفين لحد دلوقتي اللي انا شفتهم لحد دلوقتي هو مسلسل المداح. رغم ان انا ما شفتش الجزئين اللي فاتوا، بس الجزء ده بدايته حلوه قوي، ومش تقريبا مش مضطر ان انا افهم ايه حصل قبل كده، او هشوف يعني لو سوي في الكومنتات هل مضطر اعرف القصص اللي فاتت يا جماعه عشان افهم اللي هيحصل ولا لا. بس المسلسل من اوله لاخره احداث، ملخص سريع اللي هو طق 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 بيحصل كذا وكذا، وفهمك ودخلك في المسلسل على طول. وفجاه في حدث كبير حدث اللي هو تقريبا محمد هلال المداح اطلق سراح حاجه معاه معينه، تقريبا الحاجه دي فيها شر كبير، فمش عارفين ايه اللي بيحصل. بس فعلا المسلسل داخل في الموت على طول، والاحداث جميله والقصه جميله، وكل 5 دقايق بتتفاجئ من اللي بيحصل، وحاسس بنوع من انواع الخوف مع التشوق مع الانبساط في كل حاجه كده، في المسلسل باكج حلوه. الممثلين قايمين بدورهم كويس ومصدقهم في اغلب الوقت. انا شايف ان هو تقريبا اكتر مسلسل مبشر شفته لغايه دلوقتي. لسه بقى بقيه المسلسلات اللي انا هشوفها النهارده هبقى اعمل بقى فيديو تاني بعد ما اشوفها ان شاء الله. بس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، تقول لنا ايه احسن مسلسل عجبك لغايه دلوقتي من اول حلقه شفتها. بس رمضان كريم.